الرقي ثقافة مش مجرد مظهر. الإعلان كان فيه 13 تقريبا فنان، طبعا فنان محمد سعد وفنانة غادة عادل. هو لسه ما شفناش حاجة، بس انا شايفة ان في warm colors، في الوان احمر، في الوان. هو ستايلست المسلسل بالمناسبة هو حسن مصطفى. اوكي. منهم مثلا تحت الوصاية ده من كام سنة لمنى زكي وريم العدل مصممة الملابس. قد ايه كان مركزه قوي في الديتيلز، انها طالعه زي الامهات العاديين جدا، اللي هي ازازه الميه دي كانت ب 430,000 وطلعت ترند. عجب الناس كتير جدا. ده حقيقي. فهو قال لي ان هم قعد مع الفنانه الكبيره مي عمر وقعدوا يحضروا الفستان الفرح. الفستان من ماريان شانتال مصممه الازياء. ميد تيرم ده كان بيتكلم عن على جيل زد وجان زي. لا بيستخدم لبس يناسب طلبة جامعة مواليد الألفينات. الفستان من توقيع مصمم الأزياء المصري العالمي هاني بحيري. لما كلمته قال لي إن ستايلست المسلسل دينا نصير كلمته قالت له الفنانة دور عايزاك تعملها فستان زفاف. هي قالت لي إنها ما استخدموش أصلا ميك اب خالص. استخدموا بس سبيشال افكت لو في حد تعويره جرح او حاجه. يعني مش مطالب من اي بنت انها تلبس على طول شانيل او ديور او ايرمس، مش مطالب منك ده. انت ممكن تكوني شيك بابسط الحاجات، ممكن تكوني لبسك ذوق وانيق بحاجات بسيطه. مش لازم، مفيش حد طبيعي عادي جدا يبقى عنده كل البراندز دي، الا لو مثلا سيلبرتي عالميين. لو فاكرة ان الشياكة حلم، تعالي شوفي الحقيقة.